تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة يوم الأحد 6 يوليوز 2025 على الساعة 9 صباحا مباراة التوظيف من الدرجة الأولى السلم 10 ضمن إطار الممرضين وتقنيي الصحة. تجرى المباراة المذكورة بمركز بني ملال. يحدد عدد المناصب المعتبرة بشأنها في 87 منصب موزعة حسب التخصصات المطلوبة وفقا للجدول المرفق، ويحتفظ ب 25% من المناصب المفتوحة لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، و7% منها لفائدة الأشخاص المعاقين. الإطار الممرضين وتقنيي الصحة. بالنسبة للتخصصات المطلوبة الممرضين: ممرض في صحة الأسرة والصحة الجماعاتية، ممرض متعدد التخصصات، ممرض في الصحة النفسية، ممرض في علاجات المواليد والأطفال، ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة. بالنسبة لعدد المناصب: 52 بالنسبة للأول، 3 بالنسبة للثاني، 8 بالنسبة للثالث، 4 بالنسبة للرابع، و9 بالنسبة للخامس. بالنسبة لتقني الصحة: تقني في الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية. بالنسبة للعدد: 7 في الأول و4 في الثاني. بالنسبة لشروط الترشيح: تتفتح هذه المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، والحاصلين على دبلوم الإجازة المسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة، أو دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية المسلم من قبل أحد المعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها وفقا للتنظيمات الجاري بها العمل. بالنسبة لنوعية الاختبار: غادي يكون اختبار كتابي واختبار تطبيقي. فيما يخص الاختبار الكتابي يتضمن أسئلة مباشرة أو أسئلة متعددة الاختيارات مرتبطة بالصحة العامة، ساعة بالنسبة لهذا الاختبار، المعامل 2. بالنسبة للاختبار التطبيقي تتضمن أسئلة مباشرة أو أسئلة متعددة الاختيارات مرتبطة بالتخصصات المعتبرة بشأنها، المدة 2 والمعامل 3. تمنح عن الاختبار نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5/20. تحصر بالنسبة لكل إطار لائحة المترشحين الناجحين في حدود عدد المعتبرة بشأنها، ولائحة الانتظار مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10/20 دون الحصول على نقطة إقصائية. بالنسبة للطريقة ديال الترشيح: يتم الترشيح لاجتياز المباراة وجوبا وفق المراحل التالية. أولا، التسجيل في الموقع الإلكتروني. يتعين على المترشح تعبئة بيان المعلومات الخاص بدرجته والموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية www.sante.gov.ma في أجل أقصاه الجمعة 27 يونيو 2025. ثانيا، إيداع ملف الترشيح. تدرج ملفات الترشيح وجوبا على المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللي هو دائما www.sante.gov.ma. ويعتبر يوم الجمعة 27 يونيو 2025 على الساعة 4:30 زوالا آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، وكل ملف ترشيح يتم إدراجه على المنصة المعنية بعد هذا التاريخ لن يؤخذ بعين الاعتبار. يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: نسخة من دبلوم التخصص المطلوب كما هو مشار إليه أعلاه. بالنسبة للمترشحين المتوفرين على الدبلومات غير مسلمة من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد تأهيل الأطر في ميدان الصحي التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يجب أن يتقدموا بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل دبلوم في التخصص المطلوب، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية والوثائق المدرجة في قرار المعادلة، كذلك نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية،
شهادة تسجيل في لوائح الأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، نسخة من شهادة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة للمتوفرين على هذه الصفة، ترخيص لاجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين ومستخدمي المراكز الاستشفائية يسلم من طرف الإدارة المشغلة. ثالثا، لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة تنشر لوائح المترشحين المقبولين والتي تعتبر بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الموقع، وعلى الموقع الإلكتروني أيضا ديال emploi-public.ma، وتعتبر هذه اللوائح نهائية بعد يومين من نشرها. يعتبر لاغيا بين الملاحظات الهامة، يعتبر لاغيا كل ملف ترشيح تنقصه إحدى الوثائق المطلوبة. يعتبر التسجيل في التطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل. ويعتبر لاغيا كل ملف ترشيح يدرج على المنصة الإلكترونية بعد التاريخ المحدد لإيداع الملفات. يعين المترشحون الناجحون حسب الاستحقاق بالنفوذ الترابي بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة. إذن هذا هو المعلومات الهامة في هذا الكونكور. نتمنى التوفيق للجميع ويرجى المشاركة مع جميع الأصدقاء لتعم الفائدة.